بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في فيديو جديد معانا على القناه بتاعتنا. النهارده هكلمكم عن الفارق بين او الفوارق بين نظام الريبيتر اللي احنا عارفينه كلنا ومتعودين عليه ونظام الدبليو اي اس بي، النظام اللي نزل مؤخرا من سنه كده على اجهزه تي بي لينك 840 ان. تمام. زي ما انتم شايفين كده في الصوره، يعني من غير ما نتكلم حتى هتلاقوا النظام اللي على الشمال ده اللي هو دبليو اي اس بي، شوفوا الخواص الكتيرة اللي موجودة، ونظام الريبيتر شوفوا الخواص اللي موجودة، عدد محدود جدا من الخواص. وده الاختصار لكل الفوارق ما بين النظامين. طبعا النظامين الاتنين بنستخدمهم علشان نوسع نطاق الانترنت، يعني بناخد الشبكة او الواي فاي بتاع الراوتر ونعيد بثه تاني في شبكة تانية او في نفس الشبكة ونوسع النطاق بتاعه. ده كله بيتم من غير سلك. لكن في الريبيتر كان لما بنعمل كده كل الخواص بتاعت الجهاز اللي احنا اشتريناه بتختفي وما بتبقاش موجودة وما نقدرش نستفيد بيها. لكن مع نظام ال WIASP بنقدر ان احنا نستخدم الخواص دي كأن جهاز الاكسس متوصل بسلك بالظبط. وتعالوا نشوف كده شوية خواص كانت مش موجودة في الريبيتر. اولا، احنا لما كنت بتوصل على نظام الريبيتر ما كنت بتخسر الخواص كلها، تحديد السرعة وكده. تاني حاجة ان النظام ما بيبقاش مستقر، يعني مش انت وصلت الريبيتر اهو عملته تيجي بص تلاقي كل شوية الاعدادات بتختفي، النت مش موجود، محتاج ان انت تعيد تنظيم او تعمل تظبيط للاعدادات مرة تانية. لكن ده مش موجود في ال WISP. تمام. كمان ان لما كنت بتعمل نظام الريبيتر ما كانش بيبقى سهل عليك ان انت تخش على الجهاز، كان بيبقى فيه صعوبة ان انت بعد كده تخش تتحكم في الجهاز او تدخل عليه او تغير الاعدادات بتاعته، وغالبا كنت بتحتاج ان انت تعمل ضبط مصنع تاني. كمان من النقط برضو السلبية اللي كانت موجودة في الريبيتر، وهي ان انت ما تقدرش تخفي الشبكة الجديدة. لكن انت تقدر تخفي الشبكة، انت كنت بتقدر تخفي الشبكات اللي هي موجودة على الاكسس عادي، لكن لما بتيجي تعمل نظام الريبيتر ما بتقدرش ان انت تخفي. لكن ده برضو في نظام ال WISP لا، ممكن تخفي الشبكة الجديدة اللي انت عاملها. ودي ميزة جميلة جدا وفي ناس كتير كانت بتسأل عليها. كمان انت الجهاز بتاعك اللي انت بتستخدمه لما بتعمل ريبيتر ما تقدرش تتحكم في السرعة، ما تقدرش تتحكم في سرعة النت اللي خارج، انت مجرد بتعيد البث بس. لكن مع النظام الجديد تقدر ان انت تتحكم في سرعة الجهاز كله على بعض. مش كده وبس، ده انت كمان تقدر تعمل شبكة اضافية اللي ما كنتش تقدر تعملها في الريبيتر الاولاني. وكمان الشبكة الاضافية تقدر ان انت تغير السرعة بتاعتها لكن ما تقدرش تخفيها. تمام. من الحاجات برضو الملفتة للانتباه ان انت بمجرد ما بتوصل ال WISP بتلاقي النت مستقر جدا. انت في الريبيتر كنت بتحس ان النت بتلكك عشان يتقاطع وعشان يحصل مشكلة، كنت بتحس ان هم عاطين لك الخاصية ومش مظبطينها نهائي. تمام. في من الحاجات برضو المهمة اللي موجودة في نظام ال WISP ان انت تقدر تغير الايبيهات، يعني تقدر تعمل ايبيهات منفصلة للشبكة الجديدة. ودي ميزة جميلة قوي لو انت ناوي ان انت تخش على الأجهزة المختلفة، أو في أجهزة راوتر مختلفة عايز تخش عليها. ده بيحل مشاكل كتير جدا من تداخل الأرقام بينها وبين الراوتر الرئيسي. تمام. كل الحاجات اللي انا قلتها دي بتخليني متحمس جدا للنظام الجديد في مقابل النظام القديم اللي ياما شفت منه فشل كبير جدا. وقعدت فترات طويلة جدا بشوف الاعدادات المثلى للريبيتر علشان اقدر استفيد بيه، وفعلا النظام خذلني جدا. وكان كل الاعدادات المثالية اللي بتتحط بعد ما بيشتغل والنت يشتغل كل حاجة مفيش ساعتين ثلاثة يوم يومين وتيجي بص تلاقي الناس كلها عمالة تشتكي والنت مش موجود وتضطر تعيد الاعدادات مرة تانية. ناهيك اصلا ان مش سهل ابدا انك تخش تعيد او ان انت تخش تظبط الاكسس بتاعك. تمام. وده لان النظام مش مستقر. لكن مع النظام الجديد الدنيا مختلفة تماما. وده يشجعني ان انا اعمل الفيديوهات دي علشان لو حد محتاج فعلا ان هو يعمل الجهاز بتاعه كموسع للنطاق يقدر يبتدي ان هو يشوف الجهاز بتاعه اذا كان عليه السوفت يستخدمه، وان ما كانش عليه يحمل السوفت ويبتدي يستخدم النظام دوت. اتمنى ان الفيديو يكون مفيد بالنسبة لحضراتكم، وانتظروا مني فيديوهات تانية كتير بتشرح بعض حاجات ما اتقالتش في الفيديو النهاردة عشان نكمل مع بعض كل شيء عن نظام ال WISP وكل شيء عن راوتر تي بي لينك 840N. كان معاكم محمد سوني من قناة كينج بيس، ولو في أي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات إن شاء الله هرد على الجميع ومش هسيب ولا تعليق.
شكرا لكم.